السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة تجهيز الأوضة دي للمحمية الجديدة. تمام، فكده ان شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة. طبعا جبنا المراين، تمام، وجبنا السلك وجبنا المفصلات وجبنا كل حاجة، وبإذن الله هنبدأ تجهيز للمكان. فتابعوا معانا خطوة بخطوة وشوفوا هنعمل ايه. كمان الحتة اللي قدام الأوضة دي طبعا زي ما انتم شايفين كده حتة متبهدلة خالص. طبعا ده بيت قديم ومهجور، يعني ما بنستخدموش غير لتربية الطيور وهكذا. فهنبدأ ننظف كل حاجة ونظبطها، فيلا بينا. اول حاجة عملناها اننا فكينا الباب وخليناه يفتح لبره بدل ما كان بيفتح لجوه، علشان مفيش حاجة تهرب مننا واحنا داخلين، وكمان بيدي مساحة اوسع للمكان. بعدين بدأنا نقص الخشب علشان هنعمل باب بسلك خارجي للجزء اللي بره، عشان لو في حاجة طارت مننا بالغلط ما تخرجش بره خالص، وبرضه تبقى في نطاق المكان، وبالتالي نتفادى الأخطاء اللي حصلت معانا في المزرعة الأولى. ودلوقتي بدأنا ندهن الحيطان بحيث ان يكون اللون ابيض علشان يدي اضاءة كويسة للمكان في التصوير، وكمان علشان الطيور تبقى واضحة قدامنا لما نيجي نصورها. ودلوقتي بندي وش دهان تاني علشان اللون يكون افتح، وبالتالي الاضاءة تكون احسن. ودلوقتي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده طبعا نضفنا الأوضة كويس جدا، الأرضية كلها نضفت تمام، الحيطان اتدهنت دهان جديد تمام لون أبيض علشان يكون الطيور ظاهرة. خرجنا كل حاجة، سيبنا الكرسيين دول عشان القعدة تمام. وقدام الأوضة برضو نضفناه وحطينا الوكر بتاع إعصار تمام هنا علشان لما تيجي ما نحطهاش بره تمام. وقفلنا باب بسلك هنا علشان الطيور لو خرجت واحنا بنفتح الباب نبقى قافلين ورانا. فيلا بينا كده نجيب الطيور ونحطها هنا ونحط الشجر ونحط كل حاجة ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عاملة ازاي. طبعا يا جماعة خدناهم من المحمية كده ويلا بينا علشان نوديهم المكان الجديد بتاعهم. طبعا زي ما انتم شايفين كده الباب الخارجي بسلك، الباب اللي جوه برضو هيبقى مقفول، وادي الطيور معانا هنا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا الوكر بتاع عصير زي ما قلنا بره تمام. بسم الله. نحط هنا الطيور، نقفل الباب اللي بره علشان برضو لو اي حاجه طارت تمام ما تخرجش بره خالص تمام. تمام، ونقفل برضو علينا من جوه. بسم الله. تمام، ويلا بينا نخرج الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا قافلها بسلك، قافل الفاص بسلك علشان مفيش حاجة تطير، فهنفتحها كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله. بسم الله. وده شكل المكان يا جماعة بعد ما ضفنا عشوش فخار. طبعا احنا خلينا العشوش كلها على مستوى واحد علشان ما فيش طيور تتخانق في بعض، عشان دايما الطيور بتختار العش اللي في مكان اعلى. شايفين يا جماعة بشاير المحمية الجديدة؟ والله لسه حالا شايف البيضة دي تمام، دي بيضة كده تقريبا طير بيضها ولسه مكسورة اهي تمام. وغالبا البيضة دي او النتاية دي كانت قربت تبيض في المكان القديم، ولكن لما نقلناها بيضت هنا تمام، فان شاء الله تكمل عندنا.
وهنا حطينا اكل للعصافير وسبناهم ورحنا نجيب باقي الشجر للزينة والشجر اللي هيقفوا عليه. ودلوقتي يا جماعة ضفنا شجر زينة. طبعا الشجر ده نبات ظل، تمام، يعني بيعيش في الظل، وده لأن الشمس عندنا ما بتدخلش المزرعة أو المحمية دي، فجبنا حاجة تعيش من غير ظل. ودلوقتي يلا بينا نضيف الوقفات. ودلوقتي يا جماعة بعد ما ضفنا المجسمات أو الشجر الناشف اللي الطيور بتقف عليه، بقى ده الشكل النهائي. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والاهم من كل ده ما تنساش تصلي على النبي، وتابع معانا الفيديوهات الجايه خطوه بخطوه علشان باذن الله هنبدا نعمر المكان ده ونملاه طيور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.